حبايب قلبي، السلام عليكم، عاملين ايه؟ هكلمكم النهارده في سلسلة البنت الرايقة او الست الرايقة. وعايزة اقول لكم بقى على حاجة من اهم الصفات موجودة في الست الرايقة دي. هي اكيد هتكون واحدة واثقة في نفسها، والثقة بالنفس حاجة من ضمن الحاجات الأساسية جدا فيها. ان احنا نكون نضاف. انا عارفة ان انتم ممكن تستغربوا كلامي شوية، بس هفهمكم اكتر. انت لما بتكوني لابسة كويس، ريحتك كويسة، آه بتبقي طول الوقت واثقة في نفسك، بيبقى أفكارك مرتبة، بتتكلمي أحسن، شكلك مش بيبان تعبان. فبيفرق جدا في ثقتك بنفسك. فأنا هتكلم معاكم بقى إن شاء الله النهاردة إزاي نكون حلوين، من غير ما نحط أي برفيوم أو حاجة. إزاي نكون ريحتنا ريحة نظافة. إحنا ديننا دين جميل ويحثنا على النظافة، والنظافة من الإيمان زي ما كلنا عارفين. هقول لكم على كام ستيب كده هنعملهم وإن شاء الله يفرقوا معاكم. اول واهم حاجه عايزه اقول لكم عليها: اللبس بتاعنا. اللبس بتاعنا حلوين لما نخرج باللبس، بيتلبس مره واحده بس. و... واللبس مش بنلبسه بره ونقعد بيه هنا في البيت عشان ما يتبهدلش، لا، بنيجي من بره بنحطه في الزبط بتاع الغسيل. اللبس يكون مكوي ومهندم. مش لازم تلبسي ان هو حاجه غاليه او حاجه براند او ماركه، لا. اللبس يكون نضيف ومهندم بس، ريحته حلوه. طيب حاجة كمان، اللبس عامة مش بس بقى لبس الخروج، لا. هنخلي لبس للنوم، لبس للأكل. اللبس لما بتغيريه كذا مرة هو مش بيتبهدل. محدش يقول ان انا لما اغسل لبس كتير هيتهلك، لا. اللبس اصلا بيبقى نضيف، هنعمله على دور صغيرة في الغسالة. انا فاهمة طبعا ان احنا مش هنعرف نعمله بحرارة، علشان اللبس ان هو معظم من اللبس بتاعنا فيه الياف، مش كله قطن 100%. فطبعا الالياف مش هينفع نحطها، او الحراير والحاجات دي مش هينفع نحطها في الغسالة على درجة حرارة عالية. فاحنا ممكن نغسلها كل ما نيجي من بره، ونحاول ان احنا نكويها عشان نقدر نحافظ عليها ما يبقاش فيها اي بكتيريا او حاجة. ولبس البيت، حاولوا احنا بنعمل اكل، يعني حتى لو احنا فاتحين الصفات واخدين شاور قبل ما هنخش نطبخ، برضو بيكون في ريحة أكل في الهدوم. فاحنا وانس ان احنا خلصنا الأكل، بناخد شاور كده كويس. وعايزة أقولك حاجة: أرجوكوا أرجوكوا أرجوكوا، في الصيف ده ممكن نستحمى أكتر من مرة. مش لازم نستحمى مرة على فكرة، هي مش قاعدة، لأ. لما تحسي ان انتي عملت حاجة واسمك عرق او في ريحة مش لطيفة، حتى لو حاطة ديرجنت، ممكن ناخد شاور، بس يا ريت. بجد مش هياخد اكتر من 5 دقايق. عاملي جسمك بس، مش لازم تعملي شعرك. اغسلوا جسمكم بالصابونة. انا عارفة ان ده حاجة غريبة، وكلها دلوقتي او المعظم يعني بيقولوا ان احنا نستحمى بالشاور جel عشان ريحتنا تكون كويسة. بس هو الشاور جel مش بينظف. انا جربت كل انواع، حتى لو نوع براند مش بينظف. هو بيدي حلوة للجسم، بس انت جسمك اصلا فيه بكتيريا، فعايز حاجة يموتها. فلازم تنظفه كويس. كل حتة في جسمكم تتغسل بالليفة وبالصابونة. والديودرنت ده اكسترا ستيب ان احنا نعملها عشان ريحتنا تكون حلوة. وتغسلوا جسمكم يا ريت بصابونة تكون يعني طبية او طبيعية. ممكن نستخدم في صابونة كويسة قوي بتاعت لونا دي، أنا بستخدمها بالجليسرين، ومش بتنشف الجسم. حتى لو انا مرطبتش جسمي بعد الشاور مش بحس ان جسمي ناشف. وفي كمان صابونة ارخص منها، اللي هي بزيت الزيتون بتاعت نابلس الشاهين. الصابونة دي رائعة برضه، بتنضف الجسم كويس قوي ومش بتنشفه. دي طبعا أهم حاجة. حاجة كمان عايزة أكلمكم عليها في نظافة جسمنا: لازم إن احنا نعمل سكراب لجسمنا. ممكن نعمله مرة في الأسبوع. إن هو مش لازم نشتري واحد جاهز، ممكن نعمل سكر على قهوة على زيت زيتون أو على أي كريم مرطب عندك. وممكن تحطي معاه شاور جيل بدل الكريم المرطب. تعملي بسكراب لجسمك، بعد الشاور اغسلي جسمك بالصابون كويس. وبعد ما تغسليه بالصابون اعملي له سكراب كده 5 دقايق. حطي سكر على البن على الشاور وعلى الكريم، وادعكي بيه جسمك كله. وبعدين ممكن نعمل ازالة للشعر بالطريقة اللي تريحنا. حاجة شوية ممكن نعملها في نظافة الجسم، بتخلي جلدك ناعم ورطب. وجلد الوز كمان بتقلله جدا. الحمام المغربي، انا بستعمل النوع بتاع اللي هو ماركن اويل. و... وهقول لكم بستخدمه ازاي. الاول بغسل جسمي كويس
بحط عليه ميه كتير 10 دقايق مثلا، ميه سخنه اقصى حاجه بقدر استحملها. وبعدين احط الصابون المغربي على جسمي، طبقه مش رقيقه او مش تخينه، طبقه على جسمي كله، وبعد 10 دقايق او لحد ما جسمي يشربه. وبعدين بشطفه حلو قوي. بعدين اجيب الليفه المغربيه كنا نقعها في ميه وخل سخنين، وادعك بيها جسمي كله. والدعك مش حركات دائريه، هدعك من فوق لتحت ومن تحت لفوق علشان يطلع كل الخلايا الجلد الميتة. ده هيفرق كمان في نظافة جسمنا. الحاجة اللي بعد كده اللي عايزة اكلمكم عليها الهدوم بتاعتنا الداخلية. هي الاندرويرز لازم تتغير في الصيف، في الوقت اللي احنا فيه ده، في مرة أو 2 في اليوم على حسب ما تلاقي إن هي مش نضيفة ممكن تستخدميها. طب مثلا في حد ممكن يقولي بروح الجامعة دلوقتي، بدأنا دروس، بقعد برا وقت كتير، مش عارف أغير أكتر من مرة برا. في حاجات بتتباع كده اسمها ديلي باد، بتكون من برايفت ومن اولويز تقريبا الاتنين، بيكون فوط صحية كده صغيرة علشان أي إفرازات، وبتخلي هدومك على طول نضيفة عشان ما يطلعش منها ريحة مش كويسة. قعدنا مثلا كام ساعة وخلاص حسينا إن محتاجة تتغير، تكون صغيرة جدا، نشيلها في شنطتنا ونحط واحدة مكانها. وبتكون بصراحة حاجة نضيفة جدا، وبتخلي الأندرويرز بتاعتك على طول ناشفة. وكمان المنطقة دي لما بتكون فيها بلل كتير بتعمل بكتيريا أو روائح مش كويسة، ممكن انتي ما تشميهاش بس اللي حواليكي بيكونوا شامينها. كمان عايزة أكلمكوا عليها نظافة أسناننا ونظافة ريحة نفسنا. حاولوا تغسلوا أسنانكم، يعني لو عرفتوا بعد كل أكل ده طبعا يستحسن، بس لو ما عرفتوش أهم حاجة مرة الصبح مرة بالليل اللي تقدروا عليه ممكن تعملوا، مفيش مشكلة. بالنسبة لريحة النفس حاجة ممكن بقى نعملها حلوة جدا جدا جدا، وانا شخصيا منتظمة عليها بقالي فترة. المية بالقرنفل اكتر من رائع، مفيش ارخص من كده، ارخص من اي حاجة بجد هتجيبوها من بره. بحط مية من بالليل وبغلي فيها القرنفل وبستخدمها كده، بحطها في المطبخ وانا رايحة وجاية قبل ما، حتى ممكن طول اليوم، مش شرط اللي هو قبل ما اغسل اسناني وكده، لا هي معايا طول اليوم، بتخلي ريحة نفس حلوة جدا. الحاجة اللي بعد كده عايزة اقولك عليها بقى، احنا عايزين نخلي ريحتنا حلوة من جوه، جسمنا اصلا تبقى ريحته حلوة. نعمل ايه بقى علشان كده، او ريحة عرقك اصلا تبقى حلوة او مش وحشة على الاقل؟ هنشرب مشروبات عطرية. المشروب اللي لقيته هو للاسف مقاطعة، فمش هقدر اقول لحد عليه. لو حد لقى مقاطعة ليه قولي. هو مشروب شاي بالاعشاب. لو تعرفوا ان هو مش مقاطعة قولولي عليه. لو مش موجود الشاي بالاعشاب ده، الاعشاب اللي بتشرب بيها اي حاجة تبع الفراولة، الفراولة او الروزبيري او البلاك بيري، كل دول بيكونوا بيخلوا ريحة الجسم حلوة جدا. ممكن نعمل حلوة مشروب في البيت، ممكن نعمل كركديه مع قرنفل مع ورق لورا مع حبهان مع الورد اللي هو بيتجاب مجفف من عند العطار بتاع التوابل ده بيبقى رائع، اقولهم. وكمان القرفة، الحاجات دي كلها بتخلي ريحة الجسم حلوة جدا. ممكن على مدار اليوم بقى نشرب ينسون، اليانسون برضو رائع رائع، بيخلي ريحة الجسم حلوة، كمان بيعلي هرمون الأنوثة. وخلي بالكم من أكلكم، يعني حاولوا تاكلوا أكل ما يكونش فيه توابل كتير، عشان التوابل الكتير والبصل والثوم كل الحاجات دي بتعمل ريحة عرق مش كويسة. عايزة أقولكوا بقى على حاجة حلوة جدا جدا جربتها، بما إني مامي يعني وكده. الزنك أوليف بتاع البيبي استخدمته از ديودرنت، بس انا مش بستخدمه على طول لان هو كتره بيعمل تكتلات، فانا حذرتكم، انا بقول نصيحه كامله بسبب اكسيد الزنك الموجود فيه. ما بيخليش فيه فرط تعرق، ده الناس اللي عندها فرط تعرق بنحطه على بشره نظيفه بالليل، بيقعد 24 ساعه. لو وصلت لحد هنا بحبكم جدا، واستني بارت 2 ان شاء الله اكون افدتكم.